السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة وصفات مولات الدار. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى ان نلقاكم في اتم الصحه والعافيه. جيت نتقاسم معكم فيه طارت الجزر شكل ومذاق جديد مغاير على العاده. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش خلوا لنا لايك، اشتركوا معنا في القناه وندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبقول بسم الله وعلى بركة الله غادي ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو فيها. 4 بيضات اللي كيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، 150 غرام من السكر الخشن، وغادي نطربهم بالباتور حتى كيبيض لينا وكيضاعف لينا حجم الخليط. من بعد كنضيف ليهم رشه من الملح، كيس من السكر المنسم بالفاني، وغادي نطربهم مزيان حتى كيطلعوا لينا. غادي نضيف ليهم 120 ملي من الزيت النباتيه، وانا ما كنحبسش من التراب حتى كيولي لنا الخليط بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف لهم 240 غرام من الجزر محكوك اللي كيكون محكوك في الحكاكه الرقيقه بزاف، وغادي نزيد عليهم 100 غرام من الجوز اللي هو الكركاع اللي تيكون مطحون مزيان، وغادي نخلطهم بالباتور. وعلى جنب غادي ندوز باش نخلط الخليط ديال النواشف. كنحتاج فيه 220 غرام من الدقيق، ملعقه صغيره من القرفه، نصف ملعقه من الزنجبيل اللي هو السكنجبير مطحون، وجوج اكياس من الخميره الفوريه. كنبقى نخلطهم يعني غير شويه بشويه باش ما كيهبطش لنا القوام ديال الخليط. كنخلط من الفوق للتحت، فغير صدقوني هاد المزيج من السكنجبير والقرفه كيعطونا واحد المذاق اللي زوين بزاف، كيتواتى بزاف مع الكركاع والجزر. فبهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم كنخلط غير بشويه بشويه، وكنخلط الدقيق على دفعات حتى كينسجم لينا الخليط وكيكون على هذا الشكل. من بعد انا غادي نقسم الخليط لقسمين كيف ما شفتوا. وزعته في بلاستيك غذائي باش نضبط القياس ديالو. فغادي نفرغ النصف الاول في المول، من بعد ما فرشت ليه دهنته بالزبده وفرشت ليه ورق الزبده، وغادي ندخلو الفرن حتى كيطيب. وكيف ما كتشوفوا راه كيجي هشيش بزاف. غادي نقلبو في شي شبيكه وغنخليه حتى يبرد، ونفرغ الخليط الثاني ونطيبه بنفس الطريقه. غادي ندوزو هنايا للكريمه اللي غادي نحتاج فيها علبه من الجبن كريمي. فديروا اي نوع ديال الجبن كتفضلوه. غادي نضيف لهم ملعقه من السكر الناعم اللي هو السكر كلاصي. من بعد ما كنغربلها بطبيعه الحال باش كنتهنى من دوك التكتلات اللي كيكون فيه. غادي نطربها واحد شويه حتى كتنسجم ليا مع ديك الملعقه ديال السكر. وكنضيف ليها من بعد 300 ملي من الكريمه السائله. حتى الكريمه ديروا اي نوع ديال الكريمه كتفضلوه، وغادي نطربهم مزيان حتى كي تولي لنا ديك الكريمه متماسكه. هذه هي الكريمه اللي غادي نمونطيو بها الكيك ديالنا. فالكريمه باش كتطلع لكم بشكل اللي هو زوين خاصه ضروري انها تكون بارده مزيان. فمن بعد ما تمونطات كيف ما شفتوا هذا هو القوام اللي انا محتاجه ليه. غادي ناخذ الجزء الاول من الكيك، او لا هي كتجي ما شاء الله فحال الجينواز، كتجي رطبه وهشيشه بزاف. فكنضيف ليها طبقه من الكريمه. كنستعمل بلاستيك غذائي او لابوش باش كتوزع لي الكريمه بشكل هو متساوي. من بعد كنضيف القطعه الثانيه من الكيك، وبنفس الطريقه غادي نغلفها بالكريمه ديالنا. فهاد الكومبينيزون، هاد الخليط اولا هاد المزيج من هاد النكهات هادو كيجو رائعين بزاف. فإلا كنتو عمركم ما جربتوا هذا المزيج هذا فغير جربوه على ضمانتي، غادي يعجبكم وغادي تولوا مدمنين عليه. فبنفس الطريقه كنبقى يعني كنليستي السطح ديال الطورطه ديالنا. ضروري من الليساج كيعطينا يعني واحد الشكل اللي هو مرتب اكثر. بنفس الطريقه خديت البوش، يعني زينت التزيين كيبقى لكم اختياري. زينت بالكريمه
وعلى جانب غادي ناخد حبه جوج حبات او 3 حبات من الجزر على حسب الاختيار. فهاد الجزر غادي نديرو للتزيين. كنقطعوا شرائح اللي هما رفيعه بزاف بديك القطاعات ديال البطاطا اولا الموندولين اللي عندكم. غادي ندير السيرو، كندير كاس ديال الماء اللي كيكون مغلي مزيان، كنضيف ليه ملعقه من السكر وكنضيف ليه كيس من السكر الفانيليا. ومن بعد ما كنسالي من التقطاع ديال الجزر فكنضيفو في داك السيرو وكنغليه غير واحد الغليه وحتى كيدبل لينا هذاك الجزر. يعني ماشي تخلوه حتى يعني كيهرى، كيبقى شاد فراسو ولكن كيلوى. كنشدو كنصفيه بهذه الطريقه، كنديرو نفرشو في واحد المنديل كيكون نظيف باش كتسقطر ليا من داك الماء اللي فيه. وبهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو غادي نصنع منهم وريضات. كنستف 5 أو 6 قطع شرائح عفوا من الجزر، كنقسمهم الى نصفين وكنبقى نرولي بهذه الطريقه هذه باش كنحصل على وريضات من الجزر. هاد المرحله هذه كنوع من التزيين فقط، يعني ممكن تضيفوها ممكن تستغناو عليها، ولكن كيف ما كنقول لكم ديما فالعين كتاكل قبل من الفم ياك. فالتزيين يبقى لكم اختياري. انا كنبغي نزين بالحوايج اللي انا خدمت بهم في الكيك اولا في الطورطه اولا في اي حاجه اخرى كغابيل باشنو فيها. فغادي نكمل بهذه الطريقه هذه وغادي ندوز باش نزين الطورطه ديالي. زينتها بقطع من الجوز اللي هو الكركاع، وغادي نزين بدوك الشرائح ديال الجزر اللي حضرت معاكم. فيمكن لكم تبدعوا في التزيين بالطريقه اللي بغيتوا اللي حبيتوا. فراه الطرق اللي هما بساطين وسهلين، وحتى هاد لاطخت هذه راه غير مكلفه. يعني كتقام اقتصاديه وكتذوقوا شي حاجه اللي هي جديده. خديت كميه من الكريمه وضفت ليها الملون اخضر باش ندير بحال الوريقات، دوك الوريقات خضرين وكنهرس بهم حتى اللون. كتولي الطرطه ديالي حيويه وكتولي بحال شي طابلو، بحال شي لوحه فنيه. انا كيعجبني نبدع في التزيين، وكيف ما تنقول لكم ديما زينوا بالطريقه اللي بغيتوا. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما زينتها. هاد لي طورطات ولا لي تشيز كيك كيبغوا يبردوا مزيان. هانتوما شوفوا. شو راه كنقول لكم الوليدات الصغار غير زينوا وعطوا ليهم. يعني واخا يكونوا ما كيبغوش الحاجه، الا لعبتوا ليهم على المنظر فراه كيحماقوا عليها وكيولوا كياكلوها بلا هواهم. غادي نقسمها معكم هنايا باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. شوفوا راه ما سقيتش نهائيا الكيك، ما سقيتوش، ولكن راه جا ما شاء الله رطب 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 بزاف فحال لا مسقي. كنتمنى صراحه انه يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تنسوش خلوا لنا لايك على الفيديو، اشتركوا معنا في القناه، شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده، شجعوني في لي كومونتير بكلمات زوينين باش نزيد نشارك معكم المزيد والمزيد من الوصفات ومن الفيديوهات. انا فتحتها معكم هنايا باش تشوفوا كيفاش كتجي رائعه بزاف. شي حاجه اللي مغايره على العاده غير مألوفه. مره كنبغوا ننوعوا من الوصفات اللي كنعرفوا، الوصفات اللي كنحضروا ديما. فكوني شاف في البيت ديالك، يعني بدعي غير بحوايج اللي هما بساطين وحوايج اللي ممكن تلقيهم في اي دار. فغادي نخليكم هنايا وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في نهار جديد وفي فيديو جديد وفي وصفه جديده. وبسلام عليكم.